وآبائنا ومشايخنا سنة الحبيب علي الهبشي ثم إلى أمواتنا وأموات مصاب هذا المقام الجد عبد الزوج الوالد أحمد عبد الله وإخوانه ثم إلى أمواتنا وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين أن الله غشاهم الرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير واللطف وعافية وأن الله يسر كل أمورنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صل وسلم عليه ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين
وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول اللهم صل عليه. الله وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي جئنا للبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين جئنا للبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله
شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى عليه مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله تعلقت عليه إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكارك اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع صلى الله تجليا عليه قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله يا عليه لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم السلام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان صلى الله ما عليه يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتبيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والميرة الغامرة صلى الله عليه. فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأنذرت من سر هذا النور ما أنذرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقر
في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار زور وبر فتعلق بالمتراقب لهذه الحروب بأن يلقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تبي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لا تعرب القلم عن شؤون خير الأنام ولكن أنزل إلى تدوير ما في الدنيا شرشا بالمخلوقين صلى الله عليه أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع آمين ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه داب الفؤاد جوى وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الطبيب ومقصدي ورجائي داب الفؤاد جوى وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الطبيب أنت الحبيب ومقصدي ورجائي إن أصح القريد عن أشجانه وسكى أساه فذاك بعد أزائي من للرجولة غير جند محمد من للكرامة كرمائي يا خير مولود بمكة قد أتاك يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا
خير مولود بمكة قد أتى جلت لهيبته جميع خشومه جلت لهيبته جميع خشومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه به كل العوالم جهرة الكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جلت لهيبته جميع خشومه جلت لهيبته جميع خشومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جلت لهيبته جميع خشومه جلت لهيبته جميع خشومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه
يا نبينا يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبتي جميع خصومه دلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا اللهم صل سلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل صلى الله مما عليه استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أسهل الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرضاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله قلت يا عليه رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله عليه قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله قال عليه رسول الله صلى الله اللهم صل عليه وسلم عليه. وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله وقد عليه تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفه من العالمين صلى الله فتنقل عليه هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم
إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله عليه عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت وشأوى بمعونة الله محافظة على حكها ذي الذرة وصونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه نشك منه ولا من ولا عننا صلى الله حتى عليه نرشد بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة صلى الله عليه المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بكل دور شراك هذا السراج صلى الله عليه متشوفة إلى بروزه صلى الله متشوقة إلى التقاط جواهر لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عوان وضع هذا الحبيب صلى الله على عليه السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه الوجود الإلهي على أهل الوجود تسيج صلى الله عليه الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور صلى الله عليه كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه الحق حكم على من أتم الله عليه النعم صلى الله عليه ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه حضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله
الله عليه وقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرا واستضيئوا بجمال يا رسول الله وقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحسوره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا
مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. مولد سيد الكونين من الشهور شهر الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرى صلى الله عليه. ولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظر إلى بعض خصوم الروم قالت ثم ألبست وأجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه فأسفر ذلك عني ثم عاد للرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله صلى الله عليه فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبير الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه.
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأول من مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه واللوذ المحتوي على المعنى الجسد صلى الله عليه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه والأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه سهولة أخلاق العباد القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه بتطرة الطرق والمنازل وبعرف ذكري طيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم عليه صفات الكمالية صلى الله عليه في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه صلى الله عليه قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عينانه صلى الله عليه بسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاع مولد النبي الكريم صلى الله عليه ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام في العراقين والشام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة
وسلام من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأكمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعود ظافرا ولا باب عزته تحط الرحالة فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحميل راية دعوتك الشاملة الأدب الأكبر المحبوب لك والمؤسس بشرف الأغفار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكيك إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الغصب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع دورنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا في الشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايته وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في الحضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وأم ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار المنشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مانا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائب وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بأولاد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وزدك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.